شوفوا حبيباتي عزيزتي الغاليات، البريشة ديالنا كملناه. شوفوا كيف جا ما شاء الله، جا روعة روعة. اذا عجبتكم هذه الوصفة تاع نهار اليوم ووصفاتي، اشتركوا في قناتي وتفاعلوا معايا بكثرة، تفاعلوا. واللي ما اشتركش يدخل قناتي يشترك ويخلي لي لايك او جيم. حبيباتي، هو سخون رشين عليه سكر جلاسي او سكر ناعم، وعملنا له خطوط بالشوكولا. جا خفيف ريشة، جا ما شاء الله ما شاء الله. يا جماله يا جماله كما يقولوا المصريين، يا جماله يا جماله. جا ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. اذا عجبتكم هذه الوصفه ووصفاتي اشتركوا في قناتي وتفاعلوا معي بكثره، تفاعلوا. واللي ما دخلش قناتي يدخل اول مره، مرحبا به، يشترك ويخلي لي جيم او لايك. بارطاجوا هذا الفيديو مع الاحباب مع الاصدقاء، مشكورين مسبقا. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. كل عام والشعب الجزائري بخير والامه الاسلاميه بخير وفي أحسن الأحوال. صحة رمضانكم، صحة صيامكم، رمضان كريم. السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير لاباس ومهنيين. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، وصفة البريوش. يجي خفيف ريشة، يجي روعة بالشوكولا. واش فيه المقادير حبيباتي؟ فيه كاس حليب، كاس ماء دافي، نص كاس زبدة مذوبة، قشور حبة ليمون، مورف صغيرة لافاني، وحدة خميرة الحلويات أو كيس خميرة الحلويات، زوج بياض بيض، مغرف صغيرة ملح، مغرف ونص خميرة الخباز أو خميرة الخبز، 5 مغارف سكر. ونلموها بالفارينة. والفارينة عنا هي ميزانة، ما نقدرش نمدلكم المقدار شحال. دوك بسم الله نبداو. سلام، انا عاودنا ولينا. السلام عليكم حبيباتي، بسم الله بدينا وعلى نبي صلينا، صلوا على محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم جيتكم بهذا البريوش يجي روعه وخفيف. واش في البدايه واش درنا كاس حليب دافي، نزيدو عليه كاس ماء دافي، نزيدو عليه مغرف ونص خميره الخباز او خميره تاع الخبز، ونزيدو عليه مغرف، حوالي مغرف هكذا تاع السكر، ونخلي الخميره تتفاعل. بعد نكملوا المقادير الاخرى. نخلوها تتفاعل، نغطوها ونخلوها تتفاعل. بعد كنعاودو نولو حبيباتي. شوفوا حبيباتي، راهي تفاعلت الخميره ديالنا. شوفوا تفاعلت، ما جات ما شاء الله. شوفوا كيف تفاعلت. واش نزيد نديرو؟ نرمو لها المقادير الاخرى، نرمو عليها. قلت لكم في البدايه 5 مغارف سكر، رميت مغرف مقبيله باش تخمر الخميره. دوك نكملوا الباقيه. نزيدو حبه قاص كرفجه ولافاني. شوفوا بهذه الطريقه. نزيدو نص كاس زبده هكذا، نزيدو زوج بياض بيض، نزيدو كيس خميرة الحلويات. في الاخير نديرو الملح. شوفوا حبيبتي، في الاخير نديرو الملح. دونك نخلطوا كامل هذه المقادير. نعاودو نقول فعلت لي الخميره اللي درت المقادير كامله، راني ضربتها حركتها بسباتولا. دوك نلمها بالفارينه ونخلو العجينه تكون طريه تتلاصق في اليد باش يجي خفيف، باش البريوش ديالنا يجي خفيف ريشه. هذا البريوش يجي ما شاء الله، يجي علامه. دوك نكملو كامل، نلمو العجينه ديالنا او لاباط ديالنا. بعد كنعاودو نولو حبيباتي. راني نطفيها. دوك نزيد ندير الملح باش الخميره تفاعل وتخمر لي الخميره. العجينه حبيباتي خلوها شويه طريه حبيباتي. شوف بهذه الطريقه. دوك كامل نلم العجينه تاعي ونخليها تولي طبقه ملساء او تكون ليس. نخلوها تخمر مره الاولى، مره ثانيه ما كنشكلو البريوش ديالنا يجي خفيف ريشه. شوفوا حبيباتي هكذا، خلوها طري باش يجي خفيف. دونك نكملو كامل نضموه، ما كنعاودو نولو. شوفوا كيف انا نشكلوه. باتي عزيزتي الغاليات، شوفوا البريوش ديالنا كيف خمر، جا ما شاء الله. شوفوا كيف خمر، كيف طلع، الله يبارك الله يبارك. دوك نديغازيوه هكذا، نطفروا الخميره. شوفوا حبيباتي، نطفروا الخميره. بعد نقطعوهم كوريات او ديبول، نحشوهم بالشوكولا ونديروهم في السنيوات. دوك نولو.
حبيباتي العجينه تاع البريوش طفينا لها الخميره، دوكا درنا لها على شكل حربوش هكذا باش نقطعوها، باش نديروها على شكل كويرات. شوفوا بهذه الطريقه نديروها على شكل كويرات. شوف حبيباتي هكذا نقطعو باش يجو كامل كوريات كيف كيف. شوفوا حبيباتي نزيدو هذا الحربوش هكذا، نقطعو هكذا ونعملوهم على شكل كورة هكذا. شوفوا حبيباتي ونحطوهم شوف هكذا، من بعد نحشوهم بالشوكولا نديروهم في ليمول. عزيزاتي الغاليات نجيبو هكذا كورة ونبسطوها بيدينا ونديرو عليها قليل من الشوكولا الطالع. شوفوا بهذه الطريقة ونغلقوها. شوفوا حبيباتي هكذا نغلقوها مليح. شوفوا حبيباتي ونكوروها هكذا. شوفوا نجيبو السنيوات تاوعنا ونحطوها في السنيوات ونبسطوها شويه هكذا ونخلوها تخمر. نزيدو عليها نزيدو حبه. شوفوا بهذه الطريقه نديرو هكذا نبسطوها، نديرو عليها قليل من الشوكولاته الطالع، واللي ما عندوش ماشي شرط ديروا الشوكولا نديرو هكذاك. شوفوا هكذا ونخلطوها بهذه الطريقه. شوف باش ما تخرجلناش الشيكونه كي تعود طيب. ونجيبو المول ديالنا هكذا ونحطوها لداخل ونبسطوها قليلا. شوفوا نخلوها تخمر دوكا حبيباتي، نخلوها تخمر. من بعد كي نشوفوها خمرت نطلوها بالصفار البيض ونرشوا عليها لوز ايفيلي او كاوكاو او اي حاجه، وفي الاخر كي تدخلوها في الفرن كنخرجوها نرشوا عليها سكر لاصي. شوفوا حبيباتي رانا شكلناهم كامل كوارات ودرناهم حشيناهم بنوتيلا او بشوكولاته نوتيلا او اي شوكولاته حبيتوها. درناهم في سنيوات خليناهم حتى خمروا. كي خمروا دوك ندهنوهم بالصفار البيض بهذه الطريقه. صفار البيض درتلو قليل من القهوه او النسكافيه. شوفوا بهذه الطريقه ونرشهم باللوز ايفيلي. دوك انا كامل ندير لهم هكذا بهذه الطريقه. شوفوا ونخلوهم يزيدوا يخمروا حتى يضاعف الحجم. نديرهم في فرن يطيبوا على درجه حراره 180 من 4 ساعات حتى 20 دقيقه. يجي خفيف، يجي ما شاء الله هذا البريوش. شوفوا حبيباتي البريوش تاعنا شوفوا طلع دوبلا لو فوليوم وتضاعف الحجم تاعو. دهنا بصفار البيض، رشينا عليه لوز ايفيلي، خليناه يزيد يخمر مليح. دوك نديروه في الفرن يطيب على درجة حرارة 180 مدة من 4 ساعة حتى 20 دقيقة. كي يخرج من الفرن خرجوه نرشوا عليه سكر كلاصي ونديروا له خطوط بالشوكولا. يجي ما شاء الله يجي علامة، يجي خفيف ريشة. شوفوا حبيباتي عزيزتي الغاليات البريوش ديالنا كملناه جا ما شاء الله. هو سخن رشينا عليه قليل من السكر الناعم او السكر كلاصي وعملنا له خطوط بالشوكولا. جا خفيف ريشه، جا علامه، جا روعه، جا ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا هذه الكيفيه تاع نهار اليوم وتعجبكم. اذا عجبتكم هذه الوصفه وصفاتي ادخلوا قناتي واشتركوا خلوا لي لايك او جيم، مشكورين مسبقا. وبارطاجوا هذا الفيديو للاحباب للاصدقاء باش تعموا الفائده. بريوش ما شاء الله ما شاء الله علامه. اذا عجبتكم الوصفه ادخلوا لقناتي واشتركوا. بصحتكم وشهيه طيبه.